السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم معطر بذكر الله. جاي النهارده اتكلم معاكم عن الطرق الشائعة في إكسار النخيل. طب عندنا كام طريقة لإكسار النخيل؟ عندنا أول طريقة اللي هي الإكسار بالنوى، تاني طريقة بالرواكيب، تالت طريقة بالفسيلة، رابع طريقة البنتجرة، وآخر طريقة معانا اللي هي الأنسجة. هتكلم معاكم دلوقتي عن أكتر الطرق الشائعة في الإكسار دي اللي هي الفسيلة والبنتجرة والنسيج. اول طريقه معانا اللي هي الاكسار بزراعه الفسائل. طيب الفسيله ديت هي عباره عن ايه؟ تعتبر الفسيله ديت اول واقدم الطرق واكثر الطرق انتشارا في زراعه النخيل. طب الفسيله دي بقى شكلها عامل ازاي؟ بشكل مختصر جدا هي بتبقى خلفه طالعه جنب النخله الام، بعد كده انا بفصلها وازرعها عندي في قلب الارض. طيب مميزات الفسيله ديت ايه؟ اول ميزه عندنا اللي هي سعرها رخيص، الناس كلها بتشتريها عشان السعر بتاعها. ثاني حاجه اللي هي بتحمل نفس الصفات الوراثيه بتاعه الام المفصوله منها من حيث الانتاج، من حيث شكل الثمره وجودتها، من حيث معدل انتاج الفسائل. طب بيعاب على الفسيله اللي هي بتبقى فيها نسبه الفقد عاليه جدا، وبتحتاج اللي هي تزرع في اشهر معينه اللي هي الاشهر المعتدله اللي هي زي ما قلنا 3 و4 و9 و10. الزرع في غير الاشهر دي بيبدا عندنا نسبه الفقد تزيد. اهملت فيها بالنسبه للمكافحه او الري بيبدا نسبه الفقد تزيد، وديت العيب الوحيد اللي بالنسبه للفسيله. تاني طريقه معانا في اكسار النخيل وهي البنتجرة. عندنا شكلين اتنين من البنتجرة دي. اول حاجه بنتجرة اتعمل لها عمليه تحضيم في قلب الارض الزراعيه، ثاني شكل اللي هي البنتجرة اللي اتعمل لها عمليه تحضيم في قلب الاثار. بالنسبه لاول شكل معانا اللي هي البنتجرة اللي اتعمل لها عمليه تحضيم في الارض الزراعيه، هي بشكل مختصر جدا. فانا خدت الفسيله او الخلفه من جنب الام، حطيتها في قلب ارض زراعيه اللي هعمل لها فيها عمليه تحضيم لحد ما بدات تكون معايا مجموع جذر وبدات تطلع معايا نموات خضريه. بعد كده بشيلها من قلب الارض اللي اتعمل لها فيها عمليه التحضيم ديت واروح احطها في الارض المستدامه اللي هتنيها فيها على طول. بالنسبه للنوع ده من البنتجرة هيها الفسيل بنفس المميزات ونفس العيوب بتاعتها. اما بالنسبه للبنتجرة اللي اتعمل لها عمليه تحضيم في الاثاري، هي بشكل مختصر انا خدت الفسيله بردك او الخلفه حطيتها في قلب قصريه لحد ما كونت معايا مجموع جذر وبدات تطلع معايا نموات خضريه. طب ايه اللي يفرق ديت عن ديت؟ اللي يفرق ان البنتجرة الارض عن البنتجرة في اثاري اللي انا اثناء عمليه الفصل من الارض الزراعيه بيحصل تلف لبعض الجذور، فبالتالي بيبقى عندي نسبه فقد. اما بالنسبه للبنتجرة اللي اتعمل لها عمليه تحضيم في الاثاري فانت بتطلع المجموع الجذري زي ما هو في قلب القصريه، فمش هيأثر على المجموع الخضري، فبالتالي مش هيبقى عندي نسبه فقد. علاوه ان البنتجرة اللي معمول لها عمليه تحضيم في اثاري دي بتتزرع في اي وقت في السنه، زي ما قلت ما فيهاش نسبه فقد. هي بيعاب عليها بس اللي هي بيبقى سعرها غالي نسبيا عن البنتجرة والفسيله. اخر طريقه معانا وهي الاكسار باستخدام زراعه الانسجه، وتعتبر زراعه الانسجه ديت افضل واحدث طريقه وصل لها العلم دلوقتي سواء لاكسار النخيل او لاكسار اي نبات تاني. طب انا ايه اللي يخليني ازرع نسيج وما ازرعش بنتجرة او فسيله مع ان النسيج حجمه صغير هيتاخر معاك في الانتاج؟ انا اقول لك دلوقتي ليه تزرع النسيج. تزرع النسيج عشان زي ما قلنا النسيج ده بيبقى بيحمل افضل الصفات الوراثيه اللي موجوده في النخيل من حيث النموات الخضريه، من حيث عدد الفسائل اللي بتطلع جنبه، من حيث كميه الانتاج وجوده الثمار بتاعته، من حيث مقاومته للافات سواء فطريه او حشريه. فعشان كده يعتبر النسيج دلوقتي افضل طريقه واضمن حاجه ممكن تنشئ بها مزرعه. استنوني في فيديوهات جايه كتير هقول لكم سر نجاح النخل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.